بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله هنكمل النماذج الاسترشادية للمحافظة الشرقية، وجي دور النموذج الرابع. حلينا النموذج الأول والثاني والثالث. الثالث كان فيه أفكار كتير قوي عن الأول والثاني، فتعال نبدأ بالرابع كده ونشوف الأفكار بتاعته، بس أفكاره بسيطة شوية عن اللي فات. تعال نبدأ كده في أول سؤال. مدينا أول سؤال بيقول لي سطح الدائرة م يقطع سطح الدائرة ن في النقطة أ، ودي هتفرق معايا في كذا حاجة. وبيقول لي وطول نصفي قطريهما 3 سم و9 سم، فإن م ن. طيب في حد كان قبل كده بيحل معايا النموذج ده، هي جت معاه كده بالحظ. يعني هو بيقول لي سطح الدائرة م يتقاطع مع سطح الدائرة ن في نقطة، يبقى كده الدائرتان متماستان من الخارج. وطالما الدائرتان متماستان من الخارج يبقى نق 1 زائد نق 2 كل ده بيساوي الميم ن. يبقى الميم ن هتساوي كام؟ هتساوي كام؟ 3 زائد 9، فتديني بتساوي 12 سم. بس في حاجة غيرت له حتة في السؤال، قلت له طب افرض سطح الدايرة م يتقاطع مع سطح الدايرة ن في الدائرة ن أو م. في حاجة تختلف؟ هتختلف. كده الدائرتان متماستان من الداخل. مش فاهمها. بص كده معايا، لو انا رسمت لك دايره وادي دايره، دي الدايره م ودي الدايره ن، يعني ايه الدائرتان متماستان او سطح الدايره م مع سطح الدايره ن في النقطه ا؟ ادي سطح الدايره وادي سطح الدايره الثاني، الاثنين لامسين بعض في نقطه اسمها ا، فكده متماستان من الخارج، وده اللي انا اشتغلت عليه. بس لو انا قلت لك بقى سطح الدايره م وسطح الدايره ن لمسوا بعض في سطح الدايره ن الصغيره دي، يبقى مثلا دي الدايره م دي كلها، ودي الدايره ن اللي هي الصغيره اللي جوه دي اللي هي بالازرق. فانا بقول لك هم اتقطعوا في الدايره الصغيره، يبقى كده نقطه ا بره اهي متماستان برضه في نقطه ا برضه، بس منين؟ من الداخل. خلاص؟ طيب ممكن يلخبطني ايه تاني؟ ممكن يقول لي الدائره م والدائره ن، ما يقولكش سطح. طب ده ايه بقى؟ لو قال لك الدائره م تتقاطع مع الدائره ن في نقطه ا، فكده يحتمل اجابتين. انا قلت لك ان هم لابسين بعض في نقطه، بس ما قلتلكش يعني الدايره م والدايره ن شكلهم عامل ازاي. يعني لا قلت لك خارج ولا داخل. طب معنى كده ايه؟ يبقى انت غصب عنك لازم تشتغل على مره متماستان من الخارج ومره متماستان من الداخل. اشمعنى دي بقى؟ يعني اشمعنى دي ما حددليش؟ يعني هنا كان لازم يحدد لي حاجه هنا عشان اعرف اشتغل. اشمعنى هنا بالنقطه بس اشتغلت على الاحتمالين؟ لانه بيقول لك الدايره كلها او الدايره اللي هو الجدار الخارجي بتاع الدايره، فادي الجدار الخارجي بتاع الدايره وادي الجدار الخارجي بتاع الدايره الثانيه اتقابلوا في النقطه دي. طب ما ادي الجدار الخارجي بتاع الدايره دي والجدار الخارجي بتاع الدايره دي برضه اتقابلوا في نفس النقطه ا. انما انا قلت لك سطح الدايره لا تفرق معاك، سطح الدايره بيكون السطح الداخلي اللي هو اللي جوه ده. خلاص؟ فهمتوها؟ يعني على الرغم ان هو السؤال يعني بسيط خالص، بس لو انا ممكن العب لك فيه بكذا طريقه كده الخبطك في الامتحان. مدينا بيقول لي في الشكل المقابل م دائره فيها قياس الم باء ج بتساوي 50 درجه، وقياس الب ا ج بتساوي ايه؟ الب ا ج الزاويه دي لو جيت بصيت هتلاقي زاويه الب ا ج في المثلث اللي بره ده انا هربطها عن طريق زاويه الب م ج اللي هي اللي جوه دي. ليه؟ انا معطياتي في المثلث الكبير مش موجوده، بس المثلث الصغير معايا انصاف اقطار، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، فدي 50. ولو قدرت اجيب دي فاقدر اربطها مع الزاويه اللي فوق. اشمعنى؟ ما هي زاويه الب ا ج زاويه الالف اللي فوق زاويه الميم الاثنين مربوطين بنفس القوس ب ج، ففي علاقه ربط بين الاثنين، فالمحيطيه كانت بتساوي نص المركزيه. فانا لو قدرت اجيب الزاويه دي انا كده خلصت. طب دي ب 50 واتفقنا دي انصاف اقطار، يبقى دي ب 50، يبقى دي بكام؟ دي ب 100 درجه. فالزاويتين دول قصدي ب 100 درجه، فالزاويه دي كده ب 80 درجه مع تكمله ال 180. عندك 180 ناقص 100 يديني 80، فالزاويه دي 80، يبقى المحيطيه نص الايه؟ نص المركزيه، يبقى دي بكام؟ ب 40 درجه.
مديني بيقول لي قياس الزاويه الممسيه ايه؟ قياس الزاويه المركزيه المشتركه معها في القوس. الممسيه نص المركزيه. طب لو شلت دي وحطيت المحيطيه برضه نص المركزيه. خلاص؟ طب الممسيه والمحيطيه الاثنين بيساووا بعض. طيب ده برضه سؤال كويس. بيقول لي في الشكل المقابل مديني الالف باء مماس. بيقول لي هنا الالف باء مماس ومديك قياس الب هاء. القوس ده بيساوي قياس القوس ه واو. القوس ده. طيب ما انا واخد ملحوظه بتقول لي طالما الاقواس متساويه لو بيحصروا زوايا محيطيه تبقى الزوايا دي هي كمان متساويه. طب ما هي القوس ده والقوس ده كل واحد فيهم ماسك زاويه. ده ماسك الزاويه دي وماسك الزاويه دي ودي محيطيه ودي محيطيه يبقى الاثنين دول بيساووا بعض. دي اول حاجه. طيب بيقول لك بقى اثبت ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري. انا عايز اثبت ان الشكل ا ب ج د الشكل ده كله ينفع يلف حول دايره. طيب نبدا بقى نجمع معطيات تاني. انا الحاجه دلوقتي اللي قدرت اقولها ان طالما القوس ده بيساوي القوس ده يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي وده اخري في المعطيات اللي هو مديها لي. الحاجه الثانيه احنا عدينا المماس. مماس صح. انا ما ادور على المعطى الثاني. انت معاك مماس. طالما معاك مماس اهو ففي زاويه مماسيه. ما هو انت مش لاقي نص قطر. ما احنا كنا بنقول مماس نص قطر في عمودي. ما انا مش لاقي نص قطر يبقى ممكن استخدم المماس عن طريق الزاويه المماسيه. طب فين بقى الزاويه المماسيه؟ ما هو ده كده يعتبر الوتر وده المماس يبقى الزاويه دي كده تعتبر المماسيه. دور لي بقى على زاويه محيطيه ماسكه نفس القوس بتاع المماسيه. نفس القوس هو نفس الايه؟ حروف الوتر. الب هاء كوتر والب هاء كقوس. يبقى الب هاء ده القوس بتاعي. طب فين المحيطيه اللي ماسكه نفس القوس ب هاء؟ هتلاقي المحيطيه دي. طب ما هي دي كده تعتبر برضو بتساوي دي لان المحيطيه والمركز المماسيه والمحيطيه اللي ماسكين نفس القوس بيساووا بعض. فدي بتساوي دي وانا ثابت من شويه ان دي بتساوي دي. طب ما هي دي برضو ينفع تساوي دي. طب ده ايه علاقته بالشكل الرباعي؟ تعال بقى نجمع كلام. دي كده الزاويه اهي ودي كده تعتبر الزاويه دي اهي. اهي انا همشي بس على الاضلاع بتاعتي. ملاحظ ايه؟ ان الاثنين مرسومين على نفس القاعده ا د. طب ما هو ده شرط من شروط او من خواص اللي انا ممكن استخدمها عشان اقول ان الشكل ده رباعي دائري. ان انت يكون عندك زاويتان يكونوا مرسومين على نفس القاعده. اذا الشكل اللي قدامك ده رباعي دائري ينفع الف حواليه ايه؟ دايره. طب ابدا بايه بقى؟ تعال نبدا بالترتيب كده. تعال نبدا بالمماس. هنقول له كده بما ان الالف باء مماس. فين المماسيه؟ ادي الالف باء مماس. الالف باء د دي مماسيه. تقول له كده اذا قياس الالف باء د بيساوي الب ج الف. قياس الب ج الف. ليه؟ هتقول له كده مماسيه ومحيطيه مشتركتان في القوس مين؟ الب هاء. فدي اول حاجه انا قلت له كده ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. دي اول حاجه. طيب المعطى الثاني بيقول لي ان الضلع ده او القوس ده بيساوي القوس ده يبقى الزاويه دي هتساوي الزاويه دي. هتقول له كده بما ان قياس الب هاء بيساوي قياس القوس ه واو يبقى اذا قياس زاويه الب ج الف او خليها الالف الب ج الف زي ما انا كاتبها فوق. قياس الب ج الف بيساوي قياس الالف ج د. الالف ج د الف ج د. بص انت ممكن تقف لحد هنا. ممكن تقول الهاء ج واو بس طالما الهاء على نفس الخط المستقيم بتاع الالف فكمل لحد الاخر. والواو على نفس الخط المستقيم لحد الدال فكمل لحد الايه؟ كمل لحد الدال. خلاص. فانا دلوقتي قلت ايه؟
قلت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، وقلت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، يبقى اذا الاثنين دول برضه متساويتان. فهتقول له كده هنا واحد، تكتب على دي واحد وتكتب على دي اتنين. هتقول له كده من واحد واتنين ينتج أن قياس الزاوية دي قياس اللي قال ألف ب د هيساوي قياس الألف ج د، وهما زاويتان مرسومتان على القاعدة ألف د على الألف د. إذا الشكل ألف ب ج د رباعي دائري. تمام. اللي بعده ده برضو بيكرر كتير في الامتحانات. بيقول لي ألف ب ج د رباعي دائري. الشكل اللي قدامي ده ينفع ألف حواليه دايرة، فينفع ادام قال لك رباعي دائري يبقى استخدم خواص الرباعي الدائري. كل الزاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني مجموع الألف زائد مجموع الجيم بيساوي 180. الألف بكام؟ ب4 س زائد الجيم بكام؟ بس. كل ده بيساوي 180 درجة. معادلة عادية خالص في مجهول واحد 5 س هتساوي 180. هقسم على الخمسة للطرفين، دي هتطير مع دي، يبقى من هنا كده السين اللي هو عايزها بتساوي 36. 180 على 5 فيها 36. السؤال اللي بعده بيقول لي دائرتان متماستان من الداخل طول نصفي قطريهما 5 سم و9 سم، يعني دايرتين متماسين من الداخل. في دايره اسمها ميم ودايره اسمها نون مثلا. فانت عايز تجيب الميم نون. لو طالما الدايرتين عندك متماستان من الداخل يبقى الميم نون بيساوي حاصل طرح الانصاف الاقطار، يبقى ناق 1 ناقص ناق 2، يبقى 9 ناقص 5 يديني كام؟ 4 سم. مدينا بيقول لي مجموعة نقط الدائرة تتحد مع مجموعة النقط داخل الدائرة تسمى ايه؟ طيب مش فاهمها. بص كده معايا. ادي دايرة. الدايرة دي عشان تتكون هي مجموعة من النقاط. انا زي ايه؟ جمعتها مع بعض كده. فانا بقول لك ان النقاط دي مجموعة نقط الدايرة. دي النقاط اللي انا رسمتها تتحد مع مجموعة النقاط داخل الدائرة. طب اعمل لي نقاط تانية زي كده داخل الدائرة. هتلاقي دي كلها تعتبر ايه مثلا؟ ايه؟ نقاط داخل الدائرة. الاتحاد مع بعض عشان تتحد النقاط اللي بره دي مع النقاط اللي جوه يكون لي ايه بقى؟ سطح الدائرة. فهمتها؟ يبقى سطح الايه؟ الدائرة. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ألف د مماس للدائرة عند ألف، ده مماس للدايرة. وبيقول لي ان السين صاد بتوازي ب ج. اثبت ان الالف د مماس للدايره المره بالنقاط الف س صاد. ادي الالف س صاد. انا عايز اثبت ان ده مماس. لو قدرت، احنا لسه واخدينها في النموذج اللي فات، لو قدرت تقول لي ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، بالنسبه لي كده الالف س صاد ينفع الف حواليهم دايره، والالف د يبقى مماس للدايره دي. خلاص. فانا هعمل ايه؟ عايز اربط اللي قدامي، المعطيات اللي قدامي، بحيث ان انا اوصل للمطلوب ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. طيب حاجه كده، تعال نشوف معطياتي ممكن اطلع منها ايه. اول حاجه بيقول لي ان الالف د مماس عند الف، بس خلي بالك للدايره كلها، للدايره الكبيره، مش للحته دي، مش للمثلث الصغير ده، للدايره دي. فانا دلوقتي تعتبر دي مماسيه. فين بقى القوس بتاعها؟ الالف ج. دور لي كده على المحيطيه اللي جوه الدايره اللي ماسكه نفس القوس، هتلاقي زاويه الباء. طب فانا عرفت ان دي بتساوي دي. طب لسه ما استخدمتش التوازي، مش هديك حاجه لله. ده بيوازي ده وده قاطع بينهما، حرف الاف. فالزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر. فانت معاك الزاويه دي بتساوي دي ودي بتساوي دي. يبقى ايه علاقه الاثنين دول ببعض؟ الاثنين بيساووا بعض برضه. طب ما انا لسه قايل من شويه لو قدرت اثبت ان دي بتساوي دي، اذا ده يعتبر مماس لو لفيت حوالين ده دايره كده. خلاص.
طب تعالى نكتبها بقى، نبدا بالترتيب كده حاجه حاجه. اول حاجه تعالى نبدا بالمماس. هتقول له كده بما ان الالف د مماس، اذا فين الزاويه المماسيه؟ اذا قياس الدال الف ج، قياس الدال الف ج بيساوي قياس مين؟ الباء. ليه؟ لازم تقول له مماسيه ومحيطيه مشتركتان في انهي قوس؟ الالف ج. خلاص؟ دي اول حاجه، فهكتب عليها واحد. تاني حاجه التوازي، هتقول له كده بما ان السين صاد بيوازي الب ج، السين صاد بيوازي الب ج، فين الخط اللي وصلهم ببعض؟ الالف باء، والالف باء قاطع لهما. كلمه قاطع لهما يعني وصلهم ببعض، فعملوا مع بعض حرف الاف، فده الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. هتقول له كده اذا قياس الباء، اذا قياس الباء هتساوي قياس الالف س صاد. الف س صاد ليه؟ قول له كده بالتناظر واكتب عليها 2. اربط بقى الاتنين ببعض من 1 و2. انا ثبتت ان دي بتساوي دي ودي بتساوي دي ودي كانت بتساوي دي. هتقول له كده اذا قياس بقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، اذا قياس الدال الف ج هتساوي قياس الالف س صاد. الالف س صاد الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، بس كده. هتقول له كده اذا الالف د، اكتب بقى الجمله دي، مماس للدائره المره بالنقط الف وس وصلت. سهله مفيهاش حاجه. السؤال اللي بعده ده يعني يعتبر تراكمي. بيقول لك المثلث ا ب ج قائم في باء. ارسم لي كده اي مثلث قائم في باء، يبقى هنا الالف مثلا وهنا الجيم، مش تفرق في الالف والجيم، اهم حاجه ان الباء تكون صح. بيقول لي ان مديني هنا نسبه، انا هخليها نسبه دلوقتي، 5 الف باء بتساوي 3 الف ج، لان المعطى اللي قدامك لو سبته على الوضع ده مش هيفيدك في حاجه، فانا هخليها نسبه. مش احنا كنا بنعمل ايه؟ اول ما تلمح الشكل ده كنا بنقول مثلا لو عايز اخلي الالف باء على الالف ج، هشيل الالف ج، فاكرين كنا بنعمل ايه؟ اوديها هنا، وكنا بنقول ما ارجعش فاضي، اخد الخمسه احطها هنا. فاللي هيطلع معايا بقى من هنا ان الالف باء على الالف ج هتساوي 3 على 5. خلاص؟ فانت معاك دلوقتي يعتبر الالف باء ب3 والالف ج ب5. طب تقدر تجيب لي الب ج؟ عن طريق فيثاغورس، جذر ال5 تربيع ناقص ال3 تربيع الوتر ناقص الضلع يديني ب4، يبقى الحته دي ب4. انا عايز جاتا ج، فين الجيم؟ اهي. طب مش الجاتا كانت بتساوي مجاور على وتر؟ ادي الجيم، ادي المجاور وادي الوتر، يبقى بتساوي 4 على 5، يبقى 4 على 5 رقم ب. بيقول لي هنا في الشكل المقابل مثلث ا ب ج قائم في باء والميم نقطه تقاطع متوسط المثلث. بيقول لي والب م ب 6 سم، فان الالف ج بكام؟ انا عايز الطول ده الالف ج. طيب بالراحه كده. طيب المفروض ده سؤال تراكمي، لازم تبقى عارف ان نقطه تقاطع متوسطه المثلث بتقسم المتوسط بنسبه 1:2 من جهه القاعده و2:1 من جهه الراس. يعني ايه؟ يعني هتلاقي من عند القاعده، من عند القاعده هنا بنسبه 1:2، انا او من عند الراس بنسبه 2:1. انا مديك ان الب م ده ب 6 سم، الحته دي ب6، فانا بقول لك يعني ايه بنسبه 1:2؟ يبقى ده قد ده مرتين، يبقى ده نص ده، يبقى ده لو 6 يبقى ده بكام؟ ب3 سم. يبقى الب ده كله بكام؟ الب د هيساوي 6 زائد 3 يديني 9 سم، فده كله ب9 سم.
الملحوظه الثانيه، مش انت عارف ان المتوسط الخارج من راس الزاويه القائمه، متوسط خارج من راس الزاويه القائمه بيساوي نص طول الوتر؟ طب فين الوتر؟ اللي هو الالف جيم. طب يبقى الالف جيم لو عكسنا الجمله يبقى الالف جيم ضعف المتوسط، ما هو المتوسط نص الوتر، يبقى الوتر ضعف المتوسط. طب المتوسط ب9 يبقى الوتر كله بكام؟ ب18. ما هو انا عايز الالف جيم، ما هو الالف جيم يعتبر الوتر بالنسبه للمثلث ده. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ا ب ج د مربع مرسوم داخل دائره فإن قياس القوس ا ب. طب تعالى نرسمها عشان تعرف تتخيلها. ادي دايره وبقول لك انا عايز ارسم جواها مربع مثلا، وليكن المركز اهو مثلا، رسمت يعني ايه، هنحاول على قد ما نقدر نعمل مربع بس ممكن ما يكونش مظبوط قوي، اهو مربع يعني اعتبره مربع. من خواص المربع الاضلاع بتاعته متساويه، الضلع ده بيساوي ده بيساوي ده. طيب مش احنا واخدين حاجه بتقول ان لما يكون الاوتار متساويه بتحصل اقواس متساويه؟ يعني ايه؟ يعني القوس ده بيساوي القوس ده بيساوي القوس ده بيساوي القوس ده. ما هو دول الاربع اقواس بتوع الدايره، ما هو الدايره كلها اتقسمت لاربع اقواس، ادي 1 2 3 4 وكلهم قد بعض. عشان تجيب اي واحد فيهم مثلا وليكن هسمي دي الف وهنا باء وهنا جيم وهنا دال، عشان تجيب الالف باء يبقى قياس القوس الف باء هيساوي، همسك ال 360 اللي هو قياس الدايره كلها واقسمها على الاربعه، هشوف كل قوس هياخد كام، يبقى الف باء هياخد كام؟ 360 على 4 قد الصفر، 36 على 4 فيها التسعه، يبقى 90 درجه. بس خلاص. بيقول لي هنا في الشكل المقابل ا ب ج د مستطيل، ومديك ان الجيم د بتساوي الدال هاء، ده معطى، وعايز اثبت ان الب هاء بتساوي الالف د. فين الب هاء؟ ده كده الب هاء وادي الالف د. عشان تثبت ان في اوتار متساويه يا يكون معاك ابعاد ارقام وانا مش معايا، يا اما تقول ان الاقواس بتاعتها تكون متساويه. ما هي الاوتار المتساويه بتحصل اقواس متساويه، والاقواس المتساويه بتحصل اوتار متساويه. فانت عشان تثبت ان الوتر ده بيساوي الوتر ده محتاج اقول ان القوس ده بيساوي القوس ده، ده كده بيساوي ده كده. طيب لو جيت بصيت على المعطيات اللي معاك، بص كده على المعطيات اللي معاك، هو مديك اول حاجه ده مستطيل، فممكن تستفاد ان كل ضلعان متقابلان متساويان، يعني الضلع ده هيساوي الضلع ده. وانا مديك من ضمن المعطيات ان الجيم د بتساوي الدال هاء، يعني الضلع ده بيساوي ده، يبقى ده وده متساويان. طيب يبقى دلوقتي القوس ده هيساوي القوس ده، ما دام الاوتار متساويه يبقى الاضلاع متساويه. طيب انا لسه مش هقول لك من شويه قلت لك انا عايز اثبت ان الضلع ده كله بيساوي او القوس ده كله بيساوي القوس ده كله. فانت لو جيت بصيت هتلاقي ان حلقه الربط بين القوس ده والقوس ده هو القوس اللي في النص ده، فانت هتعمل عمليه اضافه للقوس ده مره هنا ومره هنا. طب انت كده مش هتغير شكل او الاقواس هتختلف، فعلا مش هتختلف. يعني مثلا وليكن ده ب 50 درجه وده ب 50 درجه، هضيف 20 درجه للطرفين، فدي هتبقى ب 70 ودي هتبقى ب 70، فعمليه الاضافه طالما على حاجه ثابته مش هتاثر معاك في حاجه. فانا هبدا ازاي؟ اول حاجه هنبدا نستفاد بالمستطيل بتاعي. هتقول له كده اول حاجه بما ان الالف ب ج د مستطيل، اذا الالف باء بتساوي الدال ج، اذا الالف باء هتساوي الدال ج. هتقول له بقى هو مديك معطى، هتقول له كده وبما ان الجيم د بتساوي الدال هاء، عندك الجيم د بتساوي الدال هاء اهي، ادي الجيم د او الدال ج هي الجيم د، يعني يبقى اذا الاثنين دول متساويين، اذا الالف باء هتساوي الدال هاء. فين الالف باء؟ اهو وادي الدال هاء. يبقى اذا ادام دي اوتار متساويه اذا اقواس متساويه. هتقول له بقى اذا قياس الالف باء، القوس الف باء هيساوي قياس القوس دال هاء. تمام؟ جنبها بقى تقول له كده باضافه القوس الف هاء للطرفين، قياس الالف هاء للطرفين. اذا لما تضيف ده مره هنا وتضيف ده مره هنا، اذا قياس الب
ألف هاء كلها اللي هي الب هاء هتساوي قياس الدال هاء ألف اللي هي الدال ألف. دي أقواس متساوية، إذا بتحصل أوتار متساوية. إذا هخلي دول بقى أوتار، إذا الب هاء هتساوي الب هاء هتساوي الألف دال أو الدال ألف. بس خلاص، أدي الب هاء وأدي الألف دال، الب هاء والدال ألف الاتنين واحد. خلاص. السؤال اللي بعده. طيب ده له كذا حل، او ممكن تبص على يعني تعالى احل لك الحل اللي يعتبر الاحسن بالنسبه لي يعني واللي يريحك. لو لقينا وقت ممكن نبقى نرجع نحله بطريقه ثانيه. بيقول لك هنا اولا في الشكل المقابل الف باء قطر، ده قطر، وبيقول لك اوجد قياس الجيم زائد قياس الهاء. لو جيت بصيت على الجيم الزاويه دي والهاء الزاويه دي، انا عايز اجمعهم. طيب فين قياساتهم؟ على الوضع اللي هي فيه ده ما تقدرش تحددها، يعني مفيش حاجه ظاهره بعيني. طب انا ممكن اعمل ايه؟ حدد لي كده زاويه ج ماسكه انهي ضلعين. هتلاقي ماسكه الضلع ج د وج ب. تقدر تجيب لي القوس اللي قصادها؟ طب زاويه الهاء ماسكه الضلع ده والضلع ده. طب تقدر تجيب لي القوس اللي قصادها؟ طب اشمعنى بعمل كده؟ انا بحاول اعمل علاقه ربط بين الزوايا اللي هو طالبها والاقواس اللي قصادها. ما انا مش عارف اشتغل على الوضع بتاع الزوايا لوحده، مش قادر اربط الاثنين ببعض بحيث ان انا اجيب جمعهم. فانا هجيب القوس بتاع الجيم اللي قصاد الجيم والقوس بتاع الهاء، هعمل علاقه ربط بين زاويه جيم والقوس اللي قصادها وعلاقه ربط بين زاويه هاء والقوس اللي قصادها. طب تعال نبدا مثلا بالهاء. ادي زاويه هاء بالراحه كده، ادي زاويه هاء، ادي الضلع ده والضلع ده. هتلاقي ان زاويه الهاء الزاويه دي فين القوس اللي قصادها؟ اهو ده كله. طب ايه علاقه الربط بين الزاويه المحيطيه والقوس اللي قصادها؟ بتكون المحيطيه نص القوس او القوس ضعف المحيطيه. فانت عشان تقول القوس ده اللي هو قياس اقرا ازاي بقى؟ الف ب د. الالف ب د ماله؟ بيساوي ضعف قياس زاويه هاء. دي اول علاقه. طيب تيجي نعدلها شويه، بمعنى مش قياس القوس الف ب د واخد نص الدايره اللي تحت زائد الحته دي؟ فانا ممكن اقول الالف باء كلها قياس الالف باء زائد قياس الدال باء، هي قياس الب د او الدال باء كقوس. كل ده بيساوي 2 قياس الهاء. طيب مش انا ممكن اشيل الالف باء؟ مش انا قلت لك الالف باء واخده نص دايره؟ قياس القوس ده ب 180 درجه بقت 180 زائد قياس الب د. كل ده بيساوي 2 قياس الهاء. واركنها دلوقتي. طيب تيجي نعمل نفس الكلام مع زاويه الجيم. بص كده زاويه الجيم عندك كده، الجيم اهي، ادي الوترين، الزاويه دي. ايه علاقه الزاويه دي؟ فين القوس بتاعها؟ اهو. هتلاقي ان القوس قد الزاويه المحيطيه بتاعت الجيم دي مرتين، او المحيطيه نص القوس. فانت ممكن تقول ان 2 او قياس، تعال نقرا القوس كده مع بعض. قياس القوس ب الف د، قياس القوس ب الف د هيساوي 2 قياس زاويه الجيم. الزاويه المحيطيه نص القوس او القوس ضعف المحيطيه. خلاص. طب تيجي برضو نفس الكلام، تيجي نفصص الب الف د. الب الف د عباره عن الب د الب الف زائد الالف د، عباره عن الب الف قياس الب الف زائد قياس الالف د. كل ده بيساوي 2 قياس الجيم. طيب برضو نفس الكلام، مش الب الف عباره عن نص الدايره اللي تحت ب 180 درجه زائد قياس الالف د.
بيساوي 2 قياس الجيم. انا كده اللي قدرت اعمله عملت علاقه ربط بين الزوايا اللي هو طالبها والاقواس اللي قصادها. طيب تيجي بقى نجمعهم مع بعض. عشان تجمع الجيم، طب انت هحوط لك بس على المعادلتين. ادي المعادله اهي اللي انا وصلت لها في الاخر، ودي المعادله الثانيه. عشان تجمع الهاء مع الجيم زي ما هو عايز، او الجيم مع الهاء، هجمع المعادلتين مع بعض. هتقول له كده هنا 1 وهنا 2 بالجمع. ايه اللي هيطلع معايا؟ تعال نجمع الناحيه دي الاول. 2 قياس الجيم زائد 2 قياس الهاء، مش هتفرق تبدا بأنهي ناحيه يعني، بيساوي. طالما بدات من تحت خليها من تحت بقى. عندك هنا من تحت 180 و180 يديك 360 زائد هنا الالف د وهنا الب د زائد قياس الالف د زائد قياس الالف د وهنا الب د. انا عملت ايه يا جماعه؟ انا جمعت الزاويتين دول مع بعض وجمعت دول مع بعض فطلع لي 360، وجمعت دول مع بعض فسبتهم زي ما هم. طب تيجي نجمع الدنيا كده شويه. دي زي ما هي، ما اقدرش اعمل فيها حاجه خالص، بس دي مجاهيل بالنسبه لي. ودي 360 مفيش مشكله. تعالى كده بص لي على الالف د والب د. ادي الالف د وادي الب د، عملوا مع بعض ايه؟ نص الدايره اللي فوق، فالاتنين دول مع بعض ب 180 درجه. ما هو عملوا نص الدايره اللي فوق خلاص. فدلوقتي بقت عباره عن ايه؟ 2 قياس الجيم زائد 2 قياس الهاء يطلع ب 500 ب 450 540. انا عايز اجيب الجيم والهاء لوحدها، فممكن اقسم على الاثنين الطرفين. هقسم هنا على الاثنين، وبرضه غصب عني لازم اقسم هنا على الاثنين. اللي هيطلع معايا الاثنين هتطير مع الاثنين، يبقى لك ان قياس الجيم زائد الاثنين هتطير مع الاثنين، وادي قياس الهاء يطلع ب 270. وده المطلوب بتاعي. في ممكن حلول تانية ممكن نبقى نرجع لها تاني، بس ده الحل الانسب بالنسبه لي، يعني مش صعب قوي يعني، كويسه برضه. بيقول لي في الشكل المقابل المثلث ا ب ج يمس الدايره م من الخارج في د وهاء وواو، وكان ألف باء بتساوي 8 سم، والألف هاء ب 3 سم، والجيم واو ب 4 سم. أوجد محيط المثلث أ ب ج. فين الألف ب ج؟ أهو. عشان تجيب محيط المثلث ده مجموع أطوال أضلاع الشكل، فأنت محتاج تجيب الضلع ده كله وده وده. طيب مش يعتبر الألف د والألف هاء ممسان متقاطعان خارج الدايرة؟ يبقى متساويين في الطول. طب ودول متساويين في الطول. طب ودول متساويين في الطول. خلاص؟ فده بيساوي ده، وده بيساوي ده، وده بيساوي ده. ده ب4 يبقى ده ب4. ده ب3 يبقى ده ب3. ده بكام وده بكام؟ مش دي كلها ب8 يبقى دي 3 يبقى دي بكام؟ ب5 يبقى دي برضه بكام؟ ب5. اجمع بقى 8 وال9 وال7. المسألة بالنسبة لك خلصت. بس عايزين نكون المسألة بقى، نكتبها ازاي؟ أول حاجة الممسات هي اللي كونت لي الدنيا دي كلها وحلت لي المشكلة. فأول حاجة تعالى نشتغل على الممسين اللي فوق. هتقول له كده بما أن الألف د والألف هاء ممسان. هتقول له كده بقى إذا الألف د بتساوي الألف هاء، الألف د بتساوي الألف هاء بتساوي كام؟ 3 سم. الاثنين كل واحدة فيهم بتساوي 3 سم. طيب الممثلين التانيين الدال باء والب واو، والدال باء والب واو برضه ممسان، لازم تقولها له. إذا الدال باء هتساوي الب واو كل واحدة فيهم بكام؟ ب5 سم. وعندك برضه الجيم هاء، بما أن الجيم هاء والجيم واو برضو ممسان، إذا الجيم هاء هتساوي الجيم واو كل واحدة فيهم بكام؟ ب4 سم. قول له بقى إذا كده محيط المثلث أ ب ج هتساوي الضلع ده كله طلع ب8، هو جايبها لي أصلا ب8، وده ب9،
وده كام؟ وده 7 صح؟ يديني كده عندك هنا 15 عندك 9 يديك 24 سنتيمتر بس خلاص. ده كده محيط المثلث أ ب ج. السؤال اللي بعده ده تمرين مشهور. طيب بقول لك أ ب وج د وسكت، فدي كده غلطة. المفروض يقول لك إن الألف باء والج د يتقاطعان في النقطة ويحط لك مثلا هاء، فمثلا احنا هنزود دي من عندنا. طبعا نماذج الوزارة زي ما قلنا. نكمل. ومديك قياس الألف ج ب 80. أنا عايز قياس الدال باء. ده تمرين مشهور. تمرين مشهور بيقول لك إيه؟ إن لو عندك وترين اتقطعوا داخل الدايرة في نقطة، فقياس الهاء زاوية التقاطع بين القوسين دول، زاوية الهاء دي بتساوي نص في حاصل جمع القوسين. يعني انت هتقول كده اول حاجه عشان نطبق التمرين المشهور لازم الحته دي تكون موجوده معايا. فانت تقول له اول حاجه بما ان الالف باء يقطع الجيم د في النقطه هاء، استخدم بقى التمرين المشهور بتاعي. تقول له كده قياس الجيم اذا، او قياس الهاء قصدي، اذا قياس الهاء هتساوي نص في حاصل جمع القوسين، القوس ده زائد القوس ده، قياس الالف جيم زائد قياس الدال باء. شيل بقى كل حاجه واكتب قيمتها. قياس الهاء فين؟ انت حاطط لي دي بس دي اللي معايا. طب ما هو يعتبر ايه؟ متقاطعان، يبقى كل ذاتان متقابلتان متساويتان. فدي 90 تبقى دي كام في 90؟ فدي كام 90 بتساوي نص. وعندك قياس الالف ج ب 80 زائد قياس الدال باء اللي هو يعتبر عايزها. فانت تعمل ايه؟ بدل ما تدخل النص مره هنا ومره هنا، ممكن نتخلص من النص ان احنا نضرب في 2 للطرفين، هنا في 2 وهنا في 2. فهتلاقي دي ب 180 بتساوي النص هيطير على الاثنين، يتبقى لك 80 زائد قياس الدال باء. عشان نجيب الدال باء ودي هناك بإشارة مخالفة، وقياس الدال باء هتساوي 180 ناقص 80 تطلع ب 100 درجة. بس كده. بدينا بقول لي في الشكل المقابل د منتصف الألف باء. الدال منتصف الألف باء، وطبعا الميم ده مر بالمركز، مر بالمركز ونصف، إذا عمودي. ده دي بسم الله الرحمن الرحيم من غير ما حتى نبص على المسألة. بقول لك الهاء منتصف الألف ج، برضو الهاء منتصف الألف ج هنا في المنتصف، برضو نفس الكلام. الميم هاء مر بالمركز والهاء تنصف، إذا برضو دي كده عمودي. خلاص. بقول لك أوجد قياس الهاء م د. فين الهاء م د؟ أدي الهاء وادي الميم وادي الدال، الزاوية دي. خلاص. هو مديك معطى بيقول لك إن الجيم ألف باء ب 40. أدي الجيم ألف باء، أدي الزاوية دي. دي كده ب 40. خلاص. طيب لو جيت بصيت على المعطيين اللي أنا جبتهم، يعني ده معطى وده معطى، لو جيت بصيت على المعطيات اللي هي حطيتها دي، هتلاقي إن هم خلوا لي إن الشكل ده رباعي دائري. إزاي؟ بص كده، دي الزاوية دي 90 والزاوية دي ب 90، مش الاتنين مرسومين على نفس القاعدة ألف ميم؟ يبقى الشكل ده رباعي دائري. طب طالما الشكل ده بقى رباعي دائري، ممكن استفاد ايه؟ ممكن تستفاد ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، وممكن تستفاد ان كل زاويتان مرسومتان على نفس القاعدة متساويتان. طب ما هي الزاوية دي مرسومة على القاعدة ده الهاء، والزاوية دي اللي هو عايزها مرسومة على نفس القاعدة ده الهاء، يبقى دي برضه بتساوي 40. خلاص. يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. طيب نبدأ حاجة حاجة كده من الأول تاني. طبعا اللي حلل الأمور دي كلها مين؟ إن أنت عندك الزاوية دي والزاوية دي اللي كانت ب 90 درجة، فخليت لي إن الشكل بتاعي رباعي دائري. فتعال نبدأ كده بالراحة. أول حاجة هتقول له كده بما أن إحنا قلنا أنا بفضل أكتب مر بالمركز، بما أن الميم د مار بالمركز والدال منتصف الألف باء،
اذا الميم د والالف باء عمودين على بعض. اذا الميم د عمودي على الالف باء. يبقى في هنا زاويه 90 درجه. اذا قياس الالف د م بتساوي 90 درجه. خلاص دي اول حاجه. الناحيه الثانيه نفس الكلام برضه. وبما ان الميم هاء مر بالمركز، بما ان الميم هاء مر بالمركز، والهاء منتصف الالف باء الالف ج، والهاء منتصف الالف ج. برضه نفس الكلام، الميم هاء والالف ج عمودين على بعض. اذا الميم هاء عمودي على الالف ج. اذا قياس الالف هاء ميم الزاويه دي. اذا قياس الالف هاء ميم بتساوي 90 درجه. هتلاقي ان دول زاويتين مرسومه على نفس القاعده الف ميم. هتقول له كده قياس، بما ان قياس الالف د م هيساوي قياس الالف هاء م، الاتنين بيساوي 90 درجه، وتقول له كده زاويتان مرسومتان على القاعده الف م. قول له بقى اذا الشكل ده رباعي دائري. اذا الشكل مع انه مش طالبه الف هاء د م رباعي دائري. اعتبره سؤال تاني. يعني في الغالب السؤال ده ممكن يجي لك ازاي؟ يقول لك اثبت لي ان ده رباعي دائري، وبعدين يقول لك ايه ثم اوجد الهاء م د. طالما ده بقى رباعي دائري هتقول له كده بما ان شكل الف هاء د م رباعي دائري اقدر استخدم خواصه. من ضمن خواصه ان لو معاك زاويتين مرسومه على نفس القاعده متساويتان، فانت عندك الزاويه دي مرسومه على القاعده د الهاء، والزاويه دي اللي هو عايزها اللي هي د م هاء اللي هو عايزها، او الهاء م د مرسومه على نفس القاعده، فاذا متساويتان في القياس. اذا هتقول له كده اذا قياس الجيم الف باء، هو طبعا كاتبها جيم الف باء، انت ممكن تكتفي بالحته دي عادي الهاء الف د، بس عايز تقولها جيم الف باء، ما هو الدال على نفس الاستقامه والهاء على نفس الاستقامه دي، فانت عندك خليها زي ما هو كاتب اهي. اذا قياس الجيم الف باء هيساوي قياس اللي هو عايزها بقى اللي هي الهاء م د، الاثنين بيساووا بعض 40 درجه. عايز تقولها برضو زاويتان مرسومتان على القاعده دي هاء د، مفيش مشكله، يفضل يعني. بس خلاص تمام. وده كده يعتبر ده كده يعتبر اخر مساله معايا. فكده النموذج الرابع خلص، كان اسهل شويه من النموذج الثالث. ان شاء الله نشوفكم في النموذج الخامس. السلام عليكم.